يتساءل كثير من الناس عن معنى الأضحية. طبعا الأضحية ورد في حقها روايات عديدة في فضلها وبعض المواصفات الخاصة بها، وهي سنة مؤكدة، حتى إنه في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: لو يعلم الناس ما بفضل الأضحية لاستدانوا وضحوا. يعني الإنسان ما عنده أموال يشتري أضحية، يعني يكون يقترض في سبيل ويشتري أضحية في سبيل يحظى بالأجر والثواب الذي يحصل أثناء الأضحية. حتى إنه في رواية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في علة الأضحية قال إنه ليغفر لصاحب الأضحية في أول قطرة تقطر من دمها على الأرض. ففي فضلها كثير من الروايات، وهي مستحبة قلت، واستحبابها مؤكد، وهي ليست خاصة بفئة دون فئة، تشمل الكبير والصغير، الأحياء والأموات، الذكور والأناث، كلها يستحب لهم. حتى الإنسان الذي قلنا مثلا لا يتمكن من الشراء الأضحية، بإمكان مثلا 2 3 4 أخوة في عمل خاص مثلا مجموعين في 6 نفرات أو 7، بإمكانهم فيما بينهم أن يجمعوا مبلغا خاص ويشتروا الأضحية حتى يحظوا بهذا الثواب العظيم. يعني ممكن جماعة في نقطة خاصة بل يشترون هذه الأضحية فيما بينهم ولا يفوتهم هذا الأجر العظيم. أما في جنس الأضحية، طبعا لابد أن تكون هذه الأضحية يا أما من الغنم ويا أما من البقر ويا أما من الإبل. فإذا كانت هذه الأضحية من الإبل فلا بد من تحديد العمر، اللي هو إكمال 5 سنوات ودخولها في السادسة. أما إذا كانت هذه الأضحية من البقر أو المعز اللي نسميه الصخل، فلا بد أن تكون قد أكملت 2 سنين ودخلت في الثالثة. وأما إذا كانت هذه الأضحية من الشاة مثلا أو الغنم، فلا بد أن تكون قد أكملت 7 أشهر ودخلت في الشهر الثامن. هذا من حيث الجنس وهذا من حيث العمر. فلا يجزي مثلا بعض الناس يذبح دجاج مثلا أو بعض الأوز مثلا أو غير هذه الأمور التي ذكرتها، لا تجزي عن الأضحية. فلا بد أن تكون الأضحية يا أما قلنا من البقر ويا أما من الغنم ويا أما من الإبل. هذا من حيث عمرها ومن حيث جنسها. هنالك يستحب أن تقسم هذه الأضحية إلى 3 أثلاث، فثلث الإنسان يجعله لأهله، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث بإمكانه أن يهديها ويجعل منه وليمة. هذه استحباب. يتصور بعض الناس هنالك خصوصية لهذه الأضحية من حيث الشكل، من حيث بعض المواصفات، أن لا تكون عوراء، أن لا تكون عرجاء، أن لا يكون خصيا، أن لا يكون مكسور القرن. هذه الأشياء هي واجبة في الهدي إن شاء الله، يرزقنا وإياكم حج البيت إن شاء الله. فعندما في منى في يوم 10 من شهر ذي الحجة تجب هذه الأمور في الهدي، هذه الأمور. أما الآن إحنا بالأمصار الموجودين الذي ما موجودين هناك هذه الشروط، بل تستحب أن تكون الأضحية سالمة من هذه العيوب. وفي الرواية إنها مطية كلا الجنة، أن تكون قوية، يستحب جدا ذلك، ولكنها ليست واجبة. هذه من حيث استحباب تقسيمها ومن حيث جنسها ومن حيث عمرها. وفي الختام أقول ما قاله السيد الشهيد محمد الصادق قدس الله نفسه الزكية في معنى الأضحية، حيث قال في كتابه ما وراء الفقه، قال: فإن المهم الحقيقي هو أن يذبح الفرد نفس الأمارة بالسوء اتجاه الله عز وجل واتجاه عظمته. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.